السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. خلال يومين فقط ضبط زوجتين في أحضان عشيقيهما بمنزلي الزوجية نواحي مراكش. اهتزت جماعة أوريكا وللة كركوست بحر الأسبوع الذي نودعه على وقع حالتين اثنتين للخيانة الزوجية، حيث تم اعتقال عشيقين بمنزل زوجتين وهما في حالة التلبس بممارسة الجنس، ما أثار حالة من الاستياء والغضب في أوساط ساكنة الدوارين المعنيين. الحالة الأولى تم ضبطها بجماعة ريكا، حيث اعتقلت عناصر الدرك الملكي الزوجة الثلاثينية رفقة عشيقها الخمسيني، وهو صاحب وكالة أسفار بمدينة مراكش، بعدما تقدم زوجها بشكاية في الموضوع بمقر مركز الدرك، في حين تم توقيف الزوجة الثانية رفقة عشيقها بمنزل زوجها بأحد الدواوير بجماعة لالة كركوست، حيث دأب الضحية على مراقبة شريكة حياته منذ مدة بعد شكه في تصرفاتها، وبمجرد علمه بوجود شخص غريب ببيته عمد إلى إخبار الدرك لتتم مداهمة البيت وضبط الزوجة الخائنة رفقة حبيبها في وضعية تلبس. هذا وقد تم اعتقال المتهمين الأربعة وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث معهم قبل إحالتهم على مصالح النيابة العامة المختصة بتهم الفساد والخيانة الزوجية.